السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم متابعاتي الكريمات؟ أسعد الله مساءكم بكل خير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كيفكم متابعاتي الكريمات؟ أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. اليوم رجعت لكم عندنا طبخة جديدة وشتوية وزاكي، كل الناس بتحبها، الكبير والصغير، وعبد الرحمن بحبها معاك وكمان. لحذركم حذيرة إشي إله 4 أجرين وبيساعدك لما بتسوي فيه الأكل وهو موجود في المطبخ. شو هو؟ اكتبولي في التعليقات. شو هو طيب يا عبد الرحمن؟ مشان ما ياخذوه. طيب يعني يحكوا لنا الإجابة. ماشي، خلينا اليوم في حزيرة عبد الرحمن، بدنا نعمل لكم ان شاء الله أكلة جديدة. أول حرف اسمها شو أكلتنا الجديدة يا عبد الرحمن اليوم إن شاء الله معهم؟ هي طبخة الملفوف. أول حرف من الحزيرة غاء. لا 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 لا، حرف الغاء أوليتها، بعدين. هو متابعتي الكريمة عندي طريقة سلق الملفوف، بدي أحكيها، طلبوها مني متابعات جداد، يعني بدهم طريقة سلق الملفوف. طبعا هون بتجيبي راس الملفوف زي ما انت شايفة هيك، بتقيمي القمعة اللي موجودة هون بالسكين، يعني بحواف السكين بتحفريها وبتقيميها من ايدك زي هيك، بصير عندك راس الملفوف صغير. في ناس بقطعوا 4 قطع، لا انا زي ما هو بخليه هيك. هسه بتخليكم معي، بحطه بالمي، بتكون المي سخنة طبعا، لازم تكوني بتغلي وحامي. خليكي معي. لا هون متابعاتي الكريمات جبت راس الملفوف زي ما انتم شايفين وحطيته بالطنجرة، غمرته بالمي زي ما انتم شايفين هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما باخذ معك كثير، ما دام المي حامي ما باخذ معك كثير. بتصير تطلعي ورقة منه، بالاخير بتطلع الحبة الصغيرة بتطلعيها، اللي هي بسموها الدجاجة، احنا عندنا بسموها الدجاجة، اللي اخر اشي بتكون بالملفوف. شايفين كيف؟ خلص يا متابعين، بدي اقول لكم شو هي. هاي عبد الرحمن زهق، بده يحكي لكم شيء. الحزيرة اللي بكون بالمطبخ وبساعدنا بالطبخ وبساعدنا بكل إشي، وإله 4 جرين. شو هي يا عبد الرحمن؟ هي طبعا الغاز، دائما نطبخ عليه، نعمل القهوة، الشاي، الحلو، الملفوف، المقلوبة، طبخاتنا زاكي كلها فيه. شايفين المي؟ شايفين المي كيف بتغلي؟ هسه هيك بدي أقيم كل ورقة زي ما انتم شايفين هيك، شايفين؟ بس تغلي بدي اخليها كمان شوي، ما تخليه يذوب معك تغيبي عنه، تروح تحكي لك تليفون، تحكي لك مكالمة، تروحي تنشري غسيلات، لا تغيبي عنه. انت واقفه بتقيمي كل قطعه بقطعتها، تروحي ترتبي. بيحكي لك عبد الرحمن ديري بالك، شايف كل قطعه هيك بتطلع ما شاء الله، بتصير تطلع، شايفه كيف؟ ما بتغلبك، بتصير تطلع زي ما انت شايفه هيك لحالها. شايفين؟ لازم ما نخليه يسلق كثير يا اخواتي، لانه بذوب ورح يغلبك باللف. فهيك طبعا شايفين ورقته بتلمع هيك اول ما غطيتيه بالمي ودخلتيه جوات المي السخنه. في ناس بحط مي على المي ملح، في ناس بحط كمون، انا ما بحط ولا إشي. شايفين متابعاتي؟ اول إشي حطيته زي ما انتم شايفين، رديت بعد 5 دقائق قلبت عليه على الجهه الثانيه مشان الورقه تطلع معاي، يعني زي ما انتم شايفين هيك. شايفين ما شاء الله تطلع ذايبه هيها، يعني ما تكون حكيت لكم ذايبه كثير. اول ما تحطيها بالمي بتصير تطلعي ورقه من المي السخنه. والراس الثانيه نفس الشيء، يعني قد ما عندك بتعملي، بتحطي بالمي الساخنه. خليكم معي. شايفين متابعاتي كيف؟ هيك رجعت قلبت الملفوف مرة ثانية كمان. شايفين ما شاء الله كيف صار تطلع لحالها الحبة بعد ما ذابت استوت معاكي، بصير تطلع هيها كلها، صار فرط لحاله. شايفين؟ ايوه زي ما هو، يعني ما صبته نهائيا. طلعت اول 4 5 6 ورقات، بعدين لحاله الراس الصغير من جوا لحاله فرط طلع. هسه دخلي دقيقتين واطفي عليه وابلش اقطعه ان شاء الله، واحضر حشوة الملفوف معاكم. خليكم معي. شايفين متابعاتي هيك خلصت سلق الملفوف زي ما انتم شايفين ما شاء الله، صارت الكمية كويسة معي. رصين صغار يعني على قد طبخة الواحد. عندك عزومة يعني عندك ناس بتحطي طبعا كمية أكثر. خليكم معي، هسه بدي أقطعه إن شاء الله ونحشي مع بعض. خليكم معي. شايفين متابعتي الكريمة هون الورقة هاي بفردها زي ما انتم شايفين هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وبقيم القمعة هاي اللي هون هيك بمسك الورقة وبقصها.
باجي هون الورقة وهي طويلة زي هيك بعمل كمان قطعة زي هيك، شايفين كيف بتصير؟ تطلع هيك معاكي أول قطعة، هاي ثاني قطعة هيك، هاي القطعة طبعا طويلة بتكون، هاي انقصت لحالها، هاي القطعة الثانية، شوفوا ماما روح، هاي القطعة الثالثة هيك، شايفين؟ هاي في وحدة خضرة كمان نفس الشي، هاي كمان القطعة هيك بمسكها وبقيمها من هون زي ما انت شايفة هيك. هدول طبعا الخضر ما تستخدميهم خلاص، اما الصفر اللي بيكونوا معاكي تحطيهم تحت الملفوف، شايفين كيف؟ هيك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، شايفين كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا متابعين في الكرة الأرضية كلها، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وانزلوا تحت في الكومنتات قولوا لي. هون متابعتي العزيزة زي ما انتم شايفة بعد ما خلصت سلق الملفوف وقطعته زي معاكم، هون الطنجرة بدي اطبخ فيها واصف فيها الملفوف ان شاء الله بعد ما الفه. حطيت شرائح بندورة زي ما انتم شايفة، ثوم طبعا الاشي الاساسي فيه، وفلفل حار، اذا ما بتحبي الفلفل الحار حطي فلفل حلو يعني. وبتعرفوا قطع الملفوف اللي قطعتهم وما بينفعوا لللف حطيتهم باخر طنجرة مشان ما تنحرق، ما يعني تكون تحت طعمها زاكي وكويسة. فهون خليكي معاي بدي اعمل هسا الحشوة طبعا نقعت انا رز زي ما انت شايفة، رز المصري تايجر، حطيت لحمة عليها، وبدي احط المكونات الاساسية. هون المكونات الاساسية اللي هي الزعتر، لازم تحطي عفوا نعناع الناشف، نعناع ناشف لازم، بهارات مشكلة بتاعت الطبخ، ماجي بودرة، ملح شوي، كركم اصفر لازم تحطي، وفلفل اسود، وملعقة صغيرة كمون. فحطيت انا هون الكركم الاصفر، لازم اخواتي تحطوا الكركم الاصفر على الحشوه مشان تضلها على صفار، تضلها الحشوه بس تاكلي ملفوف من جوا تكون معاكي مفلفله ومبهره ولونها حلو. خليكي معي. هون بدي احط المكونات اللي حكيت لك عنها، بدي احطهم فوق اللحمه وفوق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين كيف؟ هيك بتكون بتحطيها كلياتها مع بعض. طبعا للمبتدئات انا لانه اكم من طالبة يعني من اللي بعرفهم مغتربات، في ناس كثير يعني بدهم يعني الطريقة، احنا ما شاء الله ستات بيقولوا شاطرات وانتم اشطر مني طبعا عارفين الطريقة، بس في ناس مبتدئ ما بيعرف، فحبيت اني يعني الخطوات خطوة بخطوة احكيها معاكم. خليكي معي. هسه هون متابعتي بدي احط زيت القلي، طبعا زيت القلي هو اساسي يعني كمان بالطبخه، بيخلي الرز مفلفل، بيخلي طعم الرز يعني إله نكهه. لازم تحطي زيت قلي زي ما انت شايفه زي هيك، وبنبلش نخلط بالرز وباللحمه زي ما انت شايفه من فوق لتحت، بدك تخلطيهم يتجانسوا كلهم مع بعض، الرز الابيض مع البهارات مع الكركم، النعناع الناشف هو سر طبخة الملفوف والمحاشي، لازم تحطي نعناع ناشف على يعني كل طبخات المحاشي اللي بتعمليها، يعني المحاشي الكوسة البتنجان، شايفين كيف اللحمة كلها مع بعض، بدك يعني ضل تحركي فيها لما تشوفي انها اتجانست مع بعض. خليكي معي، خليني احركهم مزبوط وبرجع لك. هون اختي العزيزة زي ما انت شايفة بلشت اني الف، شايفين الاوراق الخضر لفيتهم، الاوراق الملفوف الثانية الحشوة زي ما انتم شايفين. هون بدي احط فلفل حلو كمان، بدي احشي حبتين بحبوها الولاد الصغار. فهون طريقة الحشي، هسه بدي لف الملفوف، خليكي معاي مشان نشوف كيف الطريقة. هون بتفرد الورقة اختي الكريمة زي هيك زي ما انت شايفة، وبتحطي حبات الرز زي ما انت شايفة زي هيك، وبتلفيهم. طبعا ما تكثري رز عليهم نهائيا، طبعا زي ما انت شايفة هيك، شايفين كيف طريقة اللف. هون اختي الكريمة اذا شفتي الحبة من هون ومن هون طويلة معاكي، بجي بالسكينة بقص من هون من هون، يعني لا تخلي لها ذيل، خليها زي ما انت شايفة الحبة زي هيك، شايفين اصبعي طبعا مجروح يعني ما تعلقوا عليه.
حطيت لزقة جروح عليه. الله يشافينا وشافي كل مريض يا رب العالمين. اللهم ارحم والدي واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. شايفي أختي الكريمة كيف زي هيك بتحطيها وبتصفيهم هيك، بس تسوي لك مجموعة بتحطيهم بآخر الطنجرة زي ما انت شايفة. هون خليني أعمل واحدة ثانية معاكم كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بصف حبات الرز واللحمة هيك، ما تكثري طبعا رز ولحمة مشان الحبة ما تكون معاكي منفوخة كثير، تكون يعني حبة مستقيمة هيك. عرفتي كيف؟ شايفين كيف بتفرد الورقة معاكي هيك؟ طبعا أنا لأني اللي بصور يعني شايفين. هاي بسم الله الرحمن الرحيم كيف هاي الورقة طلعت معي هيك. مثلا شفت من هون زيادة بجي بالسكينة بقصها من هون وبقصها من هون، يعني ما تخلي إلها ذيول طلعات زي هيك، زي ما انتم شايفين هيك. شايفين كيف الرز مرتب، ما في ولا حبة رز على الملفوف ما شاء الله. يعني لازم تكوني يعني تلفي صح، ما تخلي حبات الرز تطلع معاكي وانتي بتلفي مشان ما يخبص معاكي الأكل. هسه بدي أحطهم أصفهم إن شاء الله بالطنجرة وبرجع لكم. هون متابعتي الكريمة خلصنا الحمد لله رب العالمين. لف الملفوف وحطيناه بالطنجرة صفيناه زي ما انتم شايفين هيك. بصير عندنا آخر الطنجرة. آخر الطنجرة بدك ترشي عليه ملعقة ملح بس ما تعبيها، وباكيتين بدك تحطي ماجي. الماجي هو يسر يعني النكهات لأي طبخة، لمقلوبة لكبسة لمحاشي لدوالي. حطيت باكيتين أنا يعني 4 مكعبات تقريبا، وإذا طبختي كبيرة بتحطي كمان أكثر. هسه هون بدي أشغل عليه طبعا بعد ما حطيت زي ما انتم شايفين. بدي أحط هسه مي طبعا سخنة، لازم المي تكون ساخنة تحطيها مشان يغلي معك الملفوف على السريع. هيك متابعتي الكريمة بدي أحط بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني بدي أغمر الملفوف يعني تطلع المي شوي بس لفوق معك. شايفة كيف هيك؟ شايفين كيف الملفوف يعني انغمر بالمي؟ هي المي تاعته. هسه بدي أشغل عليه وأخليه يغلي. وبدي أحط فوقيه صحن. عندك هاي الضاغطة اللهم صل على محمد الفخار، أي إشي عندك بتحطيه فوقي زي هيك. شايفة كيف معاي؟ بخليه يغلي، بس يغلي بوطي عليه، بس لازم يغلي تقريبا يعني حوالي ربع ساعة 30 دقيقة لازم تخليه يغلي. خليكي معاي. هون متابعتي الكريمة زي ما حكيت لكم قمت الصحن من عليه أو أي غطاء بتغطي فيه غير غطاء الطنجرة. شايفين كيف بلش معنا يستوي الملفوف ما شاء الله بخاره يعني. شايفين المي لساتها موجودة. هسه بدي أوطي عليه للجهة الثانية. بدي أخليه تقريبا ساعة لساعة أو ربع تقريبا. بدك عشان الملفوف يكون ذايب، مش معاكي يعني إنه في شوية قرشة أو هيك، لازم يكون ذايب ذوب الملفوف. يعني الصراحة من غير ما يكون ذايب يعني مش زاكي بكون. فهسه بدي أروح إذا في جليات على المجلة، إذا في شغلات كاسة صحن ملعقة أي إشي بدك أول بأول تولع الجيزر مي حامي. الدنيا الشتاء ما عندك جيزر سخني مي. الحمد لله كل شيء موجود عندنا ببيوتنا الحمد لله والشكر لله رب العالمين. ما تخلي جلي متكاوم على المجلة، يعني بدك أول بأول تجلي الجليات مشان بعد الغداء ما يكون معك إلا السدر وكم من صحن. خليكي معي. هيك متابعاتي الكريمات حطينا الملفوف بعد ما شفتوه غلى على الغاز واستوى، وحطينا عليه الماجي وحطينا عليه الملح وحطينا عليه المي وحطينا عليه الشغلات اللي شفتي ما شاء الله كيف لونه يعني. هاي الفليفلة الحلوة كمان. يا حلوات حطوا لي لايك واشتراك ولا تنسوني يعني من التعليق التعليق الحلو. طبعا تعرفوا الملفوف بده ليمون وبده لبن وبده يعني في ناس باكلوا بخبز ناس ما باكلوا بخبز، كل واحد حسب ما هو متعود. وصحون طبعا مشان كل واحد يحط حصته بصحنه. هيك ان شاء الله انه بكون ما شاء الله البخاري مغطي يعني زي ما انتم شايفين سخن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله شايفين الحبة يعني دايب ذوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الحبة ما شاء الله كيف يعني دايب ذوب. الحمد لله رب العالمين. بتمنى إنها الطبخة تكون نالت إعجابكم إن شاء الله. ولا تنسوني من اللايك مرة ثانية ومن الاشتراك متابعاتي. هاي الثوم شايفين كيف ما شاء الله دايب كمان.
بتمناكم انكم تكونوا معاي، وصحتين وعافية على اللي اكل، وصحتين وعافية على اللي بده ياكل، ومع الف الف سلامة.